التلفازة المغربية بدات في غرفة واحدة بكاميرا واحدة وبضعة أشخاص لا يعرفون ماذا يفعلون. واليوم ملايين المغاربة لا يتخيلون حياتهم بدونها. كيف وصلنا من هناك لهناك؟ سنة 1962 المغرب دولة عمرها 6 سنوات فقط من الاستقلال، والملك محمد الخامس قرر أن المغرب يحتاج صوتاً يجمعه. التلفازة المغربية انطلقت من الرباط ببث لا يتجاوز ساعات قليلة في اليوم، لا ألوان، لا إنتاج، لا تجهيزات، فقط صورة بالأبيض والأسود تدخل البيوت المغربية لأول مرة في التاريخ. المشكلة أن التلفازة كانت ترفاً. التلفاز في السنوات الأولى كان يكلف ما يعادل راتب شهرين، فقط الأثرياء ملكوه. لكن المغاربة اخترعوا حلاً عبقرياً: الجيران. بيت واحد في كل حي يملك تلفازاً، والحي كله يجتمع فيه. التلفازة المغربية في بدايتها لم تجمع عائلة، جمعت أحياء كاملة. في السبعينات جاء البث الملون وتغير كل شيء: برامج، أغاني، مسرحيات. المغاربة رأوا أنفسهم على الشاشة لأول مرة بلغتهم وثقافتهم. نجوم صنعتهم التلفازة لا يزال المغاربة يتذكرونهم حتى اليوم بدفء لا يشبه أي دفء آخر. لكن اللحظة التي غيرت تاريخ التلفازة المغربية كانت سنة 1975، المسيرة الخضراء. لأول مرة التلفازة لم تكن ترفيها، كانت سلاحا. الملك الحسن الثاني استعمل الشاشة ليحرك 350 ألف مغربي نحو الصحراء. صوت واحد من تلفاز واحد حرك شعبا بأكمله. لم يفهم العالم كيف تمكن المغرب من تنظيم هذا في أيام، والجواب كان تلفازة. اليوم التلفازة المغربية تنافس وتتطور، لكنها لم تعد تجمع الأحياء كما كانت تجمعها. والسؤال هو: ماذا خسرنا عندما أصبح لكل شخص شاشته الخاصة؟